من آلاف السنين والبشر بيتكلموا عن كائن غامض نصه إنسان ونصه سمك. بيتقال إنه بيظهر في أعماق البحر وقت العواصف واسمه عروسة البحر. لكن هل هي مجرد أسطورة قديمة ولا في حياة مرعبة مستخبية تحت الموج؟ الرحالة المشهور كريستوفر كولومبوس كتب في مذكراته سنة 1493 إنه شاف عرايس البحر، لكنه قال إن شكلهم مش زي ما بيتوصفوا في القصص. لأ، دول كانوا شبه مخلوقات غريبة شبه الإنسان لكن ملامحهم مخيفة. وفي العصور الوسطى البحارة كانوا بيرجعوا يحكوا عن كائنات بتظهر فجأة جنب السفن، وبيوصفوهم إنهم جميلات، بس بمجرد ما يقربوا منهم بتختفي الكائنات وسط الموج. العلماء حاولوا يفسروا الموضوع وقالوا إن اللي شافوه البحارة كان مجرد حيوان المنتة أو خروف البحر، وده كائن بحري له جسم غريب ممكن يتهيألك من بعيد إنه نص إنسان. غير كده الرحلات الطويلة في البحر كانت بتسبب هلاوس للبحارة، فبيخلطوا بين الواقع والخيال. بس في حضارات قديمة كتير اتكلمت عن عروسة البحر، زي حضارة بابل كان عندهم آلهة اسمها عترجات، وهي تعتبر أقدم تصوير لعروسة البحر، واتقال إنها آلهة الخصوبة والمياه، ونصها إنسان ونصها سمكة. والنقوش البابلية بتوضح المخلوقات البحرية بنص إنسان وجسم سمكة، وكانوا بيعبدوها كرمز للحياة والبحر. وفي الحضارة الإغريقية اليونان القديمة، عند الإغريق ظهرت في صورة سموها السريانات. وفي البداية السريانات كانوا بيتصوروا بنص امرأة ونص طائر، لكن مع الوقت اتحولت لصورة عروسة البحر. والأسطورة بتقول إن السريانات كانوا بيغنوا بصوت ساحر بيجذب البحارة، ولما بيقربوا منها السفينة بتتحطم والبحارة بيموتوا. وهومرس في ملحمة الأوديسا كتب عنهم وقال إن البطل أوديسيوس سد آذان رجاله بالشمع علشان ما يقعوش في فخ أصواتهم. وعند الرومان كان في قصص عن نيادس، ودي أرواح مائية أو حريات عايشين في الأنهار والبحيرات، وكانوا بيصوروهم جميلات جدا وأحيانا بذيول سمك، وكانوا بيعتبروا أي ظهور ليهم نذير خير أو شر على حسب الحال. وفي بعض النصوص القديمة اتكلموا عن كائنات نصها إنسان ونصها سمكة زي ماتسيا، ودي أحد تجسيدات الإله فينشو، ظهر على هيئة نص راجل ونص سمكة لإنقاذ البشرية من الطوفان. والمرة دي ما ظهرش بنفس فكرة عروسة البحر الأنثى، الفكرة عندهم إنه كائن هجين بين الإنسان والسمكة. وفي الصين في الأساطير الصينية القديمة اتكلمت عن كائنات بحرية نسائية بيقولوا إن دموعهم بتتحول للؤلؤ، وكانوا بيخافوا من عروسة البحر لأنهم كانوا شايفين ظهورها نذير شؤم على السفن والبحار. الأساطير الأوروبية في العصور الوسطى في أوروبا خاصة إنجلترا وأيرلندا ظهر مصطلح مارمايت لأول مرة، وكانوا بيحكوا إنهم بيظهروا للسفن ولو ابتسموا للبحارة فده معناه موت وشيك. وبعض الكتب المسيحية في القرون الوسطى وصفت عروسة البحر كرمز للخطر. في التراث العربي الإسلامي في بعض الرحلات البحرية اللي كتبها المؤرخين العرب زي الإدريسي وابن بطوطة فيها إشارات لمخلوقات غريبة في البحر. وفي قصص ألف ليلة وليلة في قصص عن نساء البحر أو بنات البحر، وكانوا بيوصفوهم بجمل ساحرة وإنهم نصهم سمك. وده كله بيخلينا نسأل، هل الشعوب كلها اخترعت نفس الخيال صدفة ولا فعلا كان في مشاهدات غامضة لكائنات بحرية؟ على الرغم من كل التفسيرات دي في صيادين وشعوب ساحلية لحد النهاردة بيأكدوا انهم شافوا كائنات غامضة طالعة من البحر، وبيحكوا انهم سمعوا اصوات غريبة شبه الغنى جاية من تحت المية. فهل ممكن فعلا يكون في كائنات مجهولة في اعماق المحيطات، خصوصا واحنا لحد النهاردة ما اكتشفناش غير 5% بس من البحار والمحيطات؟ في النهاية هل عروسة البحر مجرد اسطورة وصفها الخيال ولا حقيقة مرعبة مستخبية في الأعماق؟ انتوا ايه رأيكم؟ هل لو شفتوا كائن نص إنسان ونص سمكة هتصدقوا انها عروسة البحر ولا لأ؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.
مع السلامة.